في طالب سألني ايه التركاية اللي تفرق معايا وتزود لي درجات. وطبعا انت دماغك شغالة دلوقتي ان انا هقول له حل اكتر وذاكر اكتر، وده مش كان الرد بتاعي نهائي عليه، لان في كتير منكم بيفوت المعلومة دي. المشكلة مش في الحل او الكمية، المشكلة كلها ازاي تتعامل مع ورقة الامتحان. هقول لك الطبيعي الدرجة بتجيبها ازاي النهائية بطريقة واحدة. 25 سنة بدرس، شفت طلبة كتير جدا اللي بيجيب فول مارك بيعمل الطريقة دي. على فكرة ما بتكلمش عن الانجليزي، بتكلم على كل المواد. لما بيدخل الامتحان مش الكمية بس اللي بتفرق معايا، طريقة تعامله مع ورقة الامتحان. يعني ايه؟ يعني بدأت الامتحان بتاعي، تخيل كده انت قاعد في الامتحان وجي معاك سؤال صعب، بدأت تبص على السؤال الصعب وقفت معاه مش عارف تعمل فيه حاجة، مش عارف تعمل، خلاص اتعلقت جوه السؤال ده، فوتت الأسئلة السهلة واللي انت مذاكرها ولبست في السؤال ايه؟ الصعب. لا حصلت ده ولا حصلت ده. يبقى الخلاصة اتعامل مع الورقة بتاعتك صح. الأسئلة السهلة ابدأ بيها، اللي انت ضامنها ابدأ بيها، خلص الباقي سيب له وقته.